الحياة والتجارب إن خطيئة الطيبين والأنقياء هي اعتقادهم أن الجميع مثلهم، ولكن للأسف ففي هذه الحياة قانون إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب منتشر بقوة أكثر من مبدأ عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. جيد أن تكون طيبا، رائع أن تكون صاحب أخلاق، مطلوب أن تكون محترما صاحب نخوة وحافظ أمانة وعهد، ولكن محيطك قد لا يكون كله بمثل أخلاقك. فهل تتغير وتجاريهم أم تحافظ على نفسك وتباريهم؟ أنت من يقرر. وتذكر، أين الفائدة في أن تكسب الدنيا وتخسر نفسك وآخرتك؟ لا تدعهم يغيرون أحلى ما فيك كي تصبح نسخة منهم، والقرار بيدك. علمني يا رب ألا أكون مثل الكثيرين، ألا أخذل ولا أطعن ولا أتسلق ولا أتملق ولا أنافق ولا لمصلحة أرافق. علمني يا رب ألا أعض يدا ساعدتني وألا أنسى من وقت حاجتي ساندني. علمني ألا أتغير للأسوأ وأن أبقى ثابتا صاحب مبدأ. علمني ألا أنسى حقيقتي وكيف بدأت، وألا أقطع جذوري، وألا أتكبر على رفاق العمر، وأن أكبح طمعي وغروري. علمني يا رب كيف أخرج من الدنيا نظيفا بريئا كما إليها جئت. هي نصيحة مجرب من أجلك ومن أجل راحتك وكرامتك وعزة نفسك. لا تتنازل أو تتواضع لمن أهانك، ولا تحن أو تشتاق لمن بالرخيص باعك. لا تحنو على من قسى عليك عامدا، ولا تلجأ لمن رفضك وأبعدك قاصدا. لا تشتاق لمن عنك استغنى، ولا تطرق باب من صدك وعليك استعلى. لا تضعف أمام من عليك استقوى، ولا تبوح أو تتذلل إلا لمن يقبل الشكوى. لله وحده كن صاغرا، أما للبقية فكن أنت الأعز والأقوى. الأخلاق جزء منها طباع تولد مع الإنسان، وجزء منها بيجي بالتربية. أهلي مثلا أنا علموني أنه اللي بيشوفني بعين بشوفه ب100 عين، مش أستغله واستغل كرمه. علموني أني أفيد الناس بأي شيء ما بضرني. أهلنا نصحونا إذا ما فينا ننفع حد فما نضره، إذا ما فينا نسعد شخص فما نزيد عليه. علمونا ما نشمت بحد ما بنعرفه أو بنعرفه، أو حتى بأي إنسان، لأنه الدنيا دوار. علمونا إذا ما فرحنا بالنعم اللي الله أعطاها لشخص فما نحسده عليها. يا جماعة الخير، في ناس بتقلل من قيمة الآخرين وقيمة إنجازاتهم. على الأقل إذا ما مدحتوا المتميز والمتفوق لا تذموه. إذا كرهتوا شخص لا تشوهوا صورته ولا تكرهوا خلق الله فيه. أهلنا علمونا أنه الأخلاق بتعيش حتى لو مات صاحبها، وحتى لو كان كل اللي حواليه بلا أخلاق، لأنه حسافة أنك تسبح مع التيار، لأنه الحياة هيك بدها. لا سيدي، الحياة ما بدها هيك. لو سرق أحد بنعرفه بنسرق مثله، نطعن مثله، نتسلق على أكتاف اللي وثقوا فينا مثله. على الأقل خلونا نترك شيء لآخرتنا وشيء لبقية أهلنا يفتخروا فيه. المحبة رزق، لين القلب رزق، الإلهام رزق، الصحة طبعا رزق، الشغف للعمل وللحياة رزق، الفصاحة والرزانة ورجاحة العقل رزق، راحة البال رزق، تحقيق الذات رزق، الأصدقاء الحقيقيون رزق، الاستقرار العاطفي والمادي والروحي رزق، الشريك الصالح والذرية النافعة رزق، الإلحاح بالدعاء رزق، فلا تملوا ولا تكلوا من الدعاء بالرزق، فليس كل الرزق مال. فليس كل الرزق مال.
أحيانا نحتاج لهزات بحياتنا حتى نصحى ونفيق ونصحصح. هزات بتزيح الغشاوة عن عيوننا، هالعيون اللي عمتها العاطفة والحب أو الطيب الزايد أو شطارة الآخرين بالخداع. هالصدمات اللي بتخلينا نعيد ترتيب أولوياتنا والأشخاص في حياتنا عادة بتكون فائدتها أكثر بكتير من ضررها على المدى البعيد. صدمات بنحمد الله على حدوثها لأنها اختصرت المزيد من المعاناة والكثير من الوقت المهدور على اللي ما بيستحقوا. صدمات بتحطنا على الطريق الصح لو عرفنا فعلا كيف نشوفه. عندما لا تقدر ما بين يديك هذا ما سيحدث لك يوما ما. يوما ما ستعود باحثا عن ذلك الشخص الذي كان مستعدا أن يقاتل العالم لأجلك وأن يحرق أصابعه العشرة من أجل أن يرى نور ابتسامتك، ولكنك لن تجده أبدا لأنك أضعته من أجل من أطفأ نور روحك وطيف ابتسامتك. لهذا عدت باحثا عنه. وقتها لن ينفع الندم لأنك تركت من يحبك من أجل من تحب، فخسرت هذا وألمك ذاك. قدروا ما بين أيديكم ولا تنظروا لما بين أيدي الآخرين حتى لا تندموا. لحدثتك كيف يحول شخص واحد فقط بكلمة أو رسالة، بهمسة أو بنظرة، بغمرة أو بعناق، يغير حياة ومزاج ونفسية شخص آخر. بوجوده واهتمامه ومحبته يعيد له توازنه ولونه وضحكاته ورغبته في الحياة. الحب قد يكون نفحة في الروح وقد يكون مطفئها. لهذا لا تتلاعبوا بالحب، فالتلاعب به جريمة لا يعاقب عليها القانون بل يعاقب عليها الضمير لو كان موجودا.